القانون الإلهي عادل وحازم، هو الأكثر كمالا وجمالا، مش مثل القانون الوضعي أي أحد يقدر يراوغه ويلتف عليه ويحط له محامي واثنين ويطلع من القضية. يسوونها كثير جدا. القانون الوضعي لم يضع أساسا عقوبة على كاسري القلوب ومحطمي الخواطر والذين يوعدون ويخلفون والذين يخونون. ما يحط ويقدر يعني يلتوي عليه. ولكن الجميل في الموضوع والبشرى السارة أن حقك عند الله لن يضيع، ليس من أجلك أنت، ولكن لأن كل إنسان سيجد ما قدم، كل إنسان سيرتد عليه فعله، كل إنسان ستدور الدائرة عليه، خيرا فخير وإن شرا فشر. هؤلاء سيجدون ما قدموا والله على حياة عينهم وقبل أن يخرجوا من الدنيا. ويشفي الله صدور قوم مؤمنين. لا تتوقعوا حتى لو ما شفتوهم بعينكم، والله اعتباركم راح يرد، مش علشانكم بس لأن كل إنسان سيجد ما قدم. فإن كسر أحدهم قلب